النهارده جايبه لكم منتج خطير هيحل لك مشكله كبيره جدا في اصفرار الاسنان. لو عندك مناسبه بقى او عايزه تخرجي او عموما عايزه تفتحي لون اسنانك وعندك فيه مشكله، فلازم تجيبي المنتج القمر ده. المنتج بقى اللي هنقول باي باي كده للعمليات بتاعه تفتيح الاسنان ودكاتره الاسنان، ده منتج خطير هيحل لك وهينقذك من مواقف كتيره جدا، بس بنصح باستعماله مره او مرتين في الشهر بالكتير لانه قوي جدا. طب تعالوا نشوف بقى شكله من جوه وتفاصيله. بصوا الاول هو جايب لكم هنا مثال بيفتح الاسنان، بصوا من هنا لهنا، شوفوا كام درجه. تمام، ده شكل العبوه كده. وطبعا عشان ما انساش هحط لكم لينك الجروب في صندوق الوصف، بالجروب اللي تقدروا تجيبوا منه كل المنتجات دي بافضل الاسعار. في الجروب ده هسيب لكم اللينك في اول كومنت وفي صندوق الوصف. طيب هنا بقى بيقول لكم الطريقه اللي هنشرحها دلوقتي، وده شكل الابر ستريب واللور ستريب اللي هو اللزقه اللي فوق واللي تحت اللي بتتلزق على الاسنان. وهقول لكم الطريقه بس اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. دي ورقتين كده بيجوا جوه، اول واحده زي ما انتم شايفين هي شكل كده دعايه للمنتج، وورا الورقه دي بتلاقي بقى التبس، الحاجات اللي انت مفروض تعمليها وتخلي بالك منها. جوه هنا كاتب لك وشرح لك طريقه الاستعمال والمنظر بتاع الستريب من جوه. الطويله دي بنحطها على الاسنان من فوق زي ما انتم شايفين كده، واللي بحوده دي على الاسنان من تحت. اهم حاجه ما يلمسش اللثه، تحاولي ان انت تحطيها على الاسنان بالظبط، ملكيش دعوه باللثه خالص، وبتسيبيها نص ساعه وبعد كده بتشيليها. بتلاحظي تفتيح ملحوظ جدا 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 في الاسنان. في ناس تقول استعنيها مره كل 3 شهور، وفي ناس تقول مره كل شهر، يعني انت بقى على حسب ما تشوفي. وكمان اقري التبس كويس عشان ممكن يبقى فيها حاجه تفيدك وتهمك. دي الورقه اللي هي الجايد من جوه تكملتها اهي. دي كده شكل الستريب زي ما قلنا، والكوشنز اللي المفروض تقريها برضو، وبصراحه شارحه كل حاجه جواها. بيجيلك هنا كمان ورقة كده مكتوب فيها الأسنان كل درجة لغاية ما تعرفي انتي درجتك رقم كام وتشوفيه هنا. وبعد كده بعد الاستعمال هتلاحظي لما تحطي الورقة دي تاني هتلاقي أسنانك بقت أفتح، وما عادتش الدرجة الأولانية اللي انتي شفتيها، بقت أفتح مثلا بأكتر من درجة. فدي حاجة هتفرحك جدا، فده زي كده دليل بترجعي له عشان تعرفي أسنانك كانت فين وبقت فين. ودي بقى شكل اللاصقات كده من جوه، بصوا كتير ازاي، هم 10 لاصقات، فحلو جدا تقعد معاكي فتره طويله، وعلى فكره سعرها حلو قوي 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 في الجروب اللي انا هسيبه لكم. بصوا ده لاصقه مثلا ان انتوا هتستعملوهم، هتفتحي زي ما قلنا هتلاقي جوه واحده للسنان اللي فوق وواحده للسنان اللي تحت. فالواحده استعمال مره، يعني هتقدري تستعمليها 10 مرات. يعني لو استعملتي مره كل شهر فهتقعد معاكي العلبه دي 10 شهور. فتخيلي بقى قد ايه موفره، وهتحافظي دايما على تفتيح اسنانك، وان هي هتبقى لونها جميل لما تحطي روج. بقى الناس اللي كانت بتعاني لما بيحطوا روج بيبان قد ايه اصفرار اسنانهم او عندهم مناسبه او كده، دي هتحللك مواقف كتيره جدا. وكمان الرجاله اللي بيدخنوا واللي سنانهم فيها اصفرار دي برضو عادي يستعملوها. وزي ما قلت لكم بصوا كتير 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 اللاصقات بالهبل، هتقعد معاكي فتره طويله وبسعر حلو جدا جدا جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. انصحكم جدا تجربوها، هتلاحظوا بفرق كبير في اسنانكم، هتدعوا لي عليها. واللي جربها ما تنسوش تكتبوا لي كومنت برايكم فيها، واشوفكم على خير في فيديو قريب. باي باي.